بلاش نقول لأطفالنا كلمة واحدة ونسكت، سواء الكلمة دي إيجابية أو سلبية. يعني بلاش نقوله شاطر وبرافو وممتاز ونسكت. بلاش برضه نقوله كده صح أو كده غلط ونسكت. طب يا ترى ليه ما ينفعش نقوله كلمة واحدة ونسكت؟ عشان لما بتقول لطفلك أي كلمة تشجيع هو بيفهم إنه عجبك، لكن ما بيعرفش هو عجبك ليه. والمفروض إنك تبيني لطفلك إنك مهتمة بكل التفاصيل وتسأليه على كل خطوة وتمدحيه عليها، علشان ده بيزود ثقته بنفسه، وعلشان المرة الجاية يقدر ينجز مهام أكتر ويكون عارف إيه اللي بيعجبك وإيه اللي ما بيعجبكيش عشان يحسن التصرف المرة الجاية. وعلشان تكرار نفس الكلمات هي في كل مرة هتفقد قيمتها بالنسبة للطفل، لأنه هيكون اتعود على استماعها. ونفس الكلام لما نقول للطفل كده غلط من غير ما نتكلم معاه، الطفل ما بيفهمش هو غلط ليه، وبالتالي بيبدأ يكرر نفس الغلط في مواقف تانية.